السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارثة أسوان الأخيرة اللي على غرارها انتقل الكثير من أهالينا في أسوان إلى المستشفيات نتيجة حالات التسمم، مما أثار الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، اللي له تكهنات وتفسيرات كثيرة. منها من قال أنها تلوث مياه النيل بشكل عام في مصر والكارثة قادمة، ومنها من قال أن الكوليرا وتفشي الأمراض المعدية، ومن تكهن أنها كوارث قد ترتبط بمؤامرات دولية وما إلى ذلك. ولكن الكارثة الحقيقية هو مواسير الصرف التي تأتي من مصانع الكيماوي إلى نهر النيل، وضعف محطات التنقية أو نتيجة إن المزارع والخضروات بتبقى فيها نسبة من الكيماوي اللي بيبقى في المية، ودي هي النتيجة عن حالات التسمم. وده التفسير الأول، وده موقع اللي احنا شفنا فيه تسريب الكيماوي بالفعل من المصانع إلى مياه نهر النيل. السلام عليكم.